صاحبي المخلص. بقول لك يا موندي، ايه ده؟ تيتو عامل ايه؟ طمني عليك يا اخويا. انا الفترة اللي فاتت دي بدور عليك وما كنتش عارف اوصل لك. انا مش عارف اوصل لاختي يا موندي، وعلى فكره بقى انت السبب. انت ازاي تسيب اختي تمشي ومن غير علم يا جدع وانا محبوس؟ يا اخويا تيتو والله العظيم غصب عني. انت عارف اختك حبيبه لما بتغيب منها محدش بيقدر عليها. وبعدين يا اخويا ولا قدرتك في غيابك ولا احترمتني في وجودي وما اعرفش عنها حاجه. خد بالك يا موندي، انا لو عرفت ان اختي حصل لها حاجه انا مش هسيبك في حالك. عيب عليك يا تيتو اللي انت بتقوله ده. والله العظيم ما عندك حق يا عم، ده احنا كارت واحد، ده احنا واكلين لقمه مع بعض. لا عندي حق يا موندي. لما ابقى 7 سنين محبوس وما اعرفش حاجه عن حد واطلع الاقي اختي مش في حضني، يبقى انت السبب يا صاحبي، عشان كنت سايبها امانه في رقبتك. وهعدها لك للمره التاني، انا لو عرفت ان اختي حصل لها حاجه انا مش هسيبك في حالك. ايه يا جدع اللي انت بتقوله ده؟ ما كانش بيوصل لك جوابات مننا ولا ايه؟ وبعدين سيبك من الكلام ده كله، اهم حاجه يا صاحبي ان انت طلعت بالسلامه وبعد كده كل حاجه هتتعوض. لا الاخت ما بتتعوضش يا موندي، واقولها لك للمره الثالثه، لو عرفت ان حصل لها حاجه وربنا ما هسيبك في حالك. يا ابن الحرام يا زياد، بقى تضحك عليا وتغفلني وتفهمني ان انت خلصت على تيتو وخلعت بالمصلحه؟ ورحمه النبي لا خلص عليك يا تيتو. فلوس ايه اللي انا هاخدها؟ مش كفايه اللي انت عملته فيا وخلصت لك المصلحه اللي انت عايزها؟ انا مش فاهم اعمل ايه بالظبط، عرفني هعمل ايه. انا كل اللي عايزه منك ان انا هصورك فيديو وانا بخنوقك بس، مش عايز منك حاجه تاني. سيبني في حالي بقى يا ابني افهم، انت ليك اخ توأم، انت ممكن تعمل مصلحه من هنا وهو يلبسها من هنا، شغل دماغك. لا يا عم انا ماليش اخوات ومش عايز اعمل اي حاجه، انت ممكن تسيبني في حالي. على العموم براحتك ودورها في دماغك وانت عارف هتوجدني ازاي. مالك يا حبيبي؟ حاسك في حاجه، ما تحكي لي انا جنبك. انا اتبهدلت قوي يا يوسف، الدنيا جايه عليا من اقرب الناس ليا، انا اتظلمت قوي يا اخويا، ده فعلا الواحد من غير ظهر ولا يسوى اي حاجه. ما تقوليش كده يا حبيبي، انا مستعد اكون ظهرك وسندك، بس قولي لي ما عرفتيش حاجه عن تيتو؟ لا ما عرفتش، بس اخر حاجه المحامي قالها لي اللي هو عايز 10000 جنيه عشان يطلع. لا استني، انا هعمل لك مفاجاه، تعالي بس معايا. مفاجاه ايه بس قول لي؟ تعالي بس وانا اقول لك. لا يا عم مش عايزك تقلق، هي هتعمل اي حاجه من اجل اخوها. انت لو اتكشحت يا خالد تيتو مش هيحلك، وانت عارف تيتو طبعا. بص انا هاخد ال 10000 جنيه واخد بعد واسافر، وعايزك تتفائل يا عم. براحتك، انا نصحتك وانت براحتك. يا بيتر مش عايزك تقلق، اهدى بقى كده وانا قدها يا اخويا. تيتو اخويا، الحمد لله على سلامتك يا اخويا، ده انا كنت متبهدله خالص من غيرك والله. اهدي بس يا انسه، انا مش فاهم حاجه، ومين تيتو اللي طالع لي كل شويه في البخت دوت؟ وبعدين انا اسمي محمود مش تيتو. محمود ايه؟ لا انت تيتو، ما تهزرش بقى. وربنا يا انسه انا اسمي محمود مش تيتو، انا ما اعرفش مين تيتو ده اصلا. تيتو يا لهوي